السلام عليكم. في خبر اليوم، قناة الشروق الجزائرية تستعين بملازم خائن لتشويه صورة المغرب بالكذب والافتراء. وقبل ما نبدأ المرجو الاشتراك. مرة أخرى، استعانت قناة الشروق الموالية لنظام الكابرانات الحاكم في الجزائر بجاسوس من أجل استهداف المغرب وتسوية صورته عبر تصريحات كاذبة أدلى بها هذا الخائن الذي فر خارج المغرب منذ أزيد من 20 سنة بعد أن ضبط متلبسا بالتخابر ضد بلاده لصالح إسبانيا. ارتباطاً بالموضوع، اضطرت الجزائر مرة أخرى إلى توجيه دعوة جديدة إلى الملازم المغرب السابق عبد الإله عيسو الذي فر إلى إسبانيا في سنة 2002 بعد أن ضبط يتخابر ضد بلاده لصالح إسبانيا، حيث استغلته الشروق المأجورة للكابرانات من أجل ضرب المغرب عبر انتزاع تصريحات كلها كذب وبهتان بهدف تسوية صورة المملكة الشريفة. وبكل الدناءة المنتظرة من هكذا جاسوس ظل يكرر خرجاته في ضيافة إعلام العسكر في الجزائر يفتري بالكذب طمعا في استدرار واستمرار عطايا الكابرانات التي أسالت لعابه وجعلته ينقلب على بطنه ويقلب وجهته ناحيتهم بعدما وجد نفسه صفر اليدين، وقد تأخلت عنه المخابرات الإسبانية ورمت به إلى مزبلتها. وفي النهاية، لا تنسى الاشتراك في القناة لو عجبك المحتوى.